لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. العراق تكسب قضية ضد تركيا تتعلق بصادرات النفط الكردية. أعلن مسؤولون عراقيون اليوم السبت أن العراق كسبت قضية تحكيم مطولة ضد تركيا تتعلق بصادرات نفط كردية النفط العراقي. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء قوله أن إيرادات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل سيجري تحويلها إلى حساب بنكي يخضع لرقابة الحكومة الاتحادية للمرة الأولى منذ عام 2022. وبموجب الدستور العراقي من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية، لكن هذا النظام انهار في عام 2014 حيث سيطر الإقراض على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق وكركوك من مقاتلي تنظيم داعش، وقاموا ببيع النفط الخام من هذه الحقول بشكل مستقل.